تخيل ان شويه غنم كانوا سبب في اكتشاف واحد من اهم المشروبات في العالم، واللي تقريبا من 30 ل 40% من سكان الارض بيستهلكوه بشكل يومي. اللي حصل ان في العصور القديمه وبمحض الصدفه كان في شخص اسمه كالدي عايش على هضبه في اثيوبيا، حياه هاديه ومفيش فيها اي شيء غريب. كل يوم ياخد الغنم للمرعى يرجعهم وينام، لكنه فجاه بدا يلاحظ ان الغنم بتوعه نشاطهم زاد بشكل ملحوظ. حركتهم بقت اسرع، نشاطهم بقى اكبر، بيتنططوا من هنا لهنا بشكل غير طبيعي، والاغرب من كده انهم ما كانوش بيناموا بالليل. الموضوع كان مريب لكالي اللي قرر يراقبهم عشان يفهم ايه اللي بيحصل بالظبط، ولاحظ انهم كل مره بياكلوا فيها من شجره معينه بيحصل لهم نفس التاثير ده. وهنا كالي حس ان الموضوع غريب ومش مفهوم، وبدا الفضول يسيطر عليه. مسك شويه من ثمار الشجره دي وراح بيهم على رئيس دير قريب وحكى له على اللي بيحصل. فرئيس الدير قرر يجربها بنفسه، اخذ الثمار دي طحنها وغلاها وشربها، واكتشف انه فضل صاحي طول الليل. وهنا بدا اول اعتراف بوجود مشروب سحري بيدي طاقه ونشاط، لدرجه انه بعد ما انتشرت القصه بدا الرهبان يستخدموا المشروب ده عشان يساعدهم يفضلوا صاحيين في الصلوات الطويله بالليل. وتعرف المشروب وقتها باسم المشروب المنشط. وهو ده كان بدايه اكتشاف واحد من اكثر المشروبات انتشارا وشهره في عالمنا الحالي، وهي القهوه، اللي بدات تتنقل لشبه الجزيره العربيه بحلول القرن ال15. خلال قرن واحد بس اصبحت القهوه معروفه في بلاد فارس ومصر وسوريا باسم نبيذ العرب، وده لان تاثيرها على الناس خلاهم يفكروا انها خمره، لدرجه ان بعض العلماء حرموا شربها باعتبار انها ماده ملهيه بتضر العقل. لكن رغم محاولات تحريمها بغرض منعها، الا ان حب الناس ليها كان اقوى، ومن وقتها القهوه بقت عاده يوميه في المجالس والاسواق، ومع الوقت وصلت لاوروبا عن طريق التجار الايطاليين بحلول القرن ال17 الميلادي، وهناك بقت هي البديل الاول للخمور، لدرجه ان الناس سموها مشروب الصحوه. والسؤال دلوقتي، ايه اللي يخلي الناس تحب القهوه للدرجه دي وتكون هي المشروب الاكثر شهره في العالم؟ ليه لما تصحى الصبح اول حاجه بتفكر فيها هي فنجان القهوه؟ السر في الكافيين. الموضوع ببساطه انك اول ما تشرب كوبايه قهوه، الكافيين اللي فيها بيمتص بسرعه من خلال جدران المعده والامعاء الدقيقه، وبعدها بيبدا يدخل مجرى الدم في خلال 15 ل 45 دقيقه، وبعد كده بيبدا ياثر على باقي اعضاء الجسم. هتقول لي طيب برضه بيعمل ايه؟ الحقيقه ان الكافيين بيأثر على كل اعضاء الجسم تقريبا، زي الجهاز التنفسي فبيرفع معدل ضربات القلب، والجهاز البولي فبيشتغل كمدر للبول، يعني بيخليك تدخل الحمام اكتر من الطبيعي، وكمان بيزود حركه الامعاء لانه بيحفز العضلات الملساء في الجهاز الهضمي. لكن تأثير الكافيين الاهم واللي الناس بقت مدمنه على القهوه بسببه هو الدماغ، وده لان الكافيين لما بيمشي في الدم وبيوصل للدماغ بيبدا يمنع مستقبلات الادينوسين، وهي ماده كيميائيه بتسبب التعب والنعاس. ولما المستقبلات دي بتتعطل، الخلايا العصبيه بيزيد نشاطها، وده بيحفز افراز الادرينالين اللي بيرفع اليقظه وبيزود الطاقه، فتلاقي نشاطك تدريجيا بدا يزيد، تركيزك بدأ يعلى، وتلاقي نفسك بقيت مصحصح اكتر. كمان الكافيين بيحفز افراز الدوبامين، وهو ناقل عصبي بيزود الاحساس بالسعاده وبيحسن الاداء العقلي، وده ممكن يشرح ليه ناس كتير بتحس ان القهوه بتقلل من مود الاكتئاب عندهم. التأثيرات المؤقته دي بتخلي الكافيين مفيد في تحسين التركيز والذاكره، خصوصا في المهام اللي محتاجه تركيز لفترات طويله زي المذاكره مثلا. كل دي اسباب واكتر خلت الناس تتعلق بالقهوه اكتر. لكن زي ما القهوه مفيده للجسم فهي كمان ليها اضرار، وزياده الكافيين ممكن يعمل لك مشاكل في النوم، لان مثلا عندك هرمون الميلاتونين اللي بيساعدك تنام بشكل طبيعي مستوياته بتقل مع وجود الكافيين، وده معناه انك لو شربت قهوه بالليل احتمال يجيلك ارق وما تعرفش تنام. كمان زيادة نسبة الكافيين عن الحد المسموح به علميا، واللي هو حوالي 400 مللي جرام، يعني تقريبا من 4 ل 5 كوبايات يوميا، ممكن يسبب لك توتر، ارهاق، واحيانا ادمان. ده غير ان شرب كميات كبيرة من القهوة بيرفع ضغط الدم، وده طبعا بيكون خطر للناس اللي عندهم مشاكل في القلب. عشان كده اشرب قهوة باعتدال، واشترك في القناة، وما تخليش الكافيين يتحكم فيك.